السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل لكم كيكة الرواني بطريقتي اللي أنا بحبها. أول حاجة هنحط الشربات على النار، هنحط كوباية ونص من السكر وكوباية ونص من المية، هنسيبهم على نار متوسطة. ادي الكوباية اللي أنا بعاير بيها كل مرة. هحط عليها عصرة ليمونة كاملة، هنا الليمونة معايا صغيرة، لو ليمونة كبيرة هحط نصها. هسيبها على نار متوسطة تغلي، مش هقلب السكر خالص، هسيبه كده من وقت الغليان بالظبط لحد ما خلاص هنشيلها من على النار 7 دقايق بالظبط او 6 دقايق يعني بالكتير. هنشيل الريم بتاعنا هنا بس ومش هنقلب اي حاجة. اهو غلت معانا كده، اخدت بالظبط 7 دقايق على النار، على نار متوسطة لهادية، يعني ما نزودش، ما تبقاش عالية. كده السيرب بتاعي او الشربات بتاعي بقى جاهز. في الخلاط هحط 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، يعني انا مطلعه البيض من فترة عشان ما يبقاش ساقع معايا. ممكن اعملها ببيضتين على فكرة، لو بيضتين كبار. هنا ظرف من الفانيليا ونص كوباية من السكر. حابة تزودي 3/4 كوب ماشي، مش مشكلة، بس انا ما بحبش السكر كتير فيها. هنا يعني ربع كوباية وازيد شوية، يعني ازيد شوية زيت. كوباية من الحليب اللي هو اللبن. هنضربهم كده لحد ما القوام بتاعي يبقى كريمي وابيض كده وشكله حلو. هنضربها ضربا مبرحا كده. هنا بقى المكون بتاعي اللي انا بحب احطه في اخر ضربتين كده، معلقة صغيرة كده يعني، او مسحة كبيرة، معلقة كبيرة كده من الزبيب. بحب طعمه جدا في الرواني، بينقل طعمها لحتة تانية خالص. اهو ضربتين كده وخلاص، عشان ما يدوبش خالص وما يبقاش متكتل يعني. هنا في بولة هحط كوباية من السميد. هنا السميد بتاعي لا هو الخشن ولا هو السايب خالص الناعم، هنا متوسط. هحط عليه 3 معالق من السمنة، معالق كبار، هي معلقة كبيرة. وهي المعلقة التالتة كده. هقلب كده بالراحة عشان السمنة تمتزج مع السميد بتاعي، بحيث تبقى كده مرملة أو مندية. اهو زي الرملة كده المبلولة أو المندية كده تمام. هحط كوباية من الزبادي، علبة زبادي من الصغيرة دي. برضو هقلبها تقليبة خفيفة خالص، بحيث ان انا ما مخليش السميد بتاعي يكلكع او يشرب السوائل وينشف. اهو كده تمام. هجيب السوائل اللي انا عملتها في الخلاط من شوية، هحطها على خليط السميد والزبدة او السمنة والزبادي. هقلبها كده علشان ادوب السميد مع اللبن والخليط بتاعها. هنا بقى الدقيق، هحط كوباية ونص من الدقيق وعليها ظرف من البيكنج باودر، كيك شيف هنا، ومعلقة من جوزة الهند اختياري، لو مش حابة تحطيها خلاص ما تحطيهاش، وذرة من الملح. هنقلب كده. دقيق هنا متعدد استعمالات، في دقيق بيختلف عن التاني، يعني انت ممكن تاخدي كوباية ونص وشوية او كوبايتين، فعلى حسب الدقيق انت هتعرفي القوام بتاع الكيكة تحت ايدك. نخلي بالنا ان نوع الدقيق بيختلف من نوع للتاني، يعني كل نوع دقيق بيختلف من التاني. اهو ده القوام بتاعي. اهو لا هي تقيلة ولا هي خفيفة، اللي هي متوسطة كده. اهو كده انا هجيب صينية متوسطة، هدهنها شوية من السمنة
هنبطنها بالدقيق، بس هنا طبعا اتقصت. هنحط الخليط بتاعنا، كده تمام. هنوزع الخليط بتاعنا كده على الصينية. لو حابة تبقى القطعة عالية ممكن تحطيها في صينية أصغر من كده شوية. هنضربها على الرخامة ونحطها على فرن 180 درجة لمدة نص ساعة. وهنا طلعت، انا ما استخدمتش الشواية خالص، انا خلاص الفرن بتاعتي مظبوطة ان انا مشغلة من تحت بس. وهنا بحط عليها الشربات بتاعي. الشربات يكون بارد بدرجة حرارة الغرفة، ما يكونش ساقع من التلاجة ولا يكون سخن، يعني حطاه زيه زي درجة حرارة البيت عادي. واحط الشربات بتاعي والكيكة بتكون لسه طالعة من الفرن اهو. حط الكمية كلها بتاعتي. وهنا هديها رشة من جوز الهند. دي طريقتي المعتمدة اللي هي سنين بعملها، وطعمها حلو قوي، وان شاء الله كده هتعجبكم. هنا بقى هنقطعها هي وسخنة، ما استنيتش ان هي تبرد. المفروض اصلا ان هي تبرد عشان تبقى متماسكة شوية، متبقاش طرية ومفرولة. انا زي ما قلت لكم الشربات بتاعي بحبه خفيف شوية او ما بيبقاش تقيل فيها. لو انت حابة حطي كوبايتين من السكر وكوبايتين من المية. هنا القطعة بتاعتي اهي. اهي الكيكة بتاعتي اهي. شوف قوامها ازاي وطعمها عامل ازاي، وشكلها تحفة وبيضة وفاتحة وشكلها جميل. ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب إذا عجبتكم الوصفة، وإن شاء الله تنول إعجابكم. اعملوها واكتبوا لي في التعليقات.